محمد حسني من قناة بيراميدز زاوية. النهارده مبسوط طبعا فوق الخيال، أكثر متوقع. أنا إزاي مبسوط النهارده؟ أداء رجولي عالمي محمد الشيبي. تحس إنك تنفست النهارده أكسجين، تحس إنه مفيش خنقة، مفيش أعصاب بتفلت، مفيش نكد، مفيش زعل. يعني النهارده بسم الله ما شاء الله عملوا أداء عالمي الرجالي. حتى اللي ما أداش على مستوى عالي برضه أدي، برضه كان في نص مستوى. وشفت حضرتك طبعا غياب علي جابر، عملنا يعني شفت الدفاع، ما كانش شوارع رايح وجاي، وما كانش الهرترة والعبط اللي كان يعملوا لنا علي جابر. شفت الدفاع النهارده، دفاع محترم. تخيل انا بلعب في دفاع محمد حمدي ومحمود مرعي، يعني محمد حمدي دي باك مدافع، انا جبته وحطيته قلب دفاع. وتخيل انه ادي افضل من علي جابر. تخيل محمد حمدي ادى في المركز دي افضل من علي جابر. انت متخيل؟ احمد توفيق النهارده يعني في نص مستوى، مش مستوى كامل، نص مستوى بس مديني برضه مستوى. حتى في نص مستوى شوف اداني مستوى. في كم كرة عمل فيهم فاولات وخد الكارت، بس هو شوف عطل اللعب، مش زي المحترم عمك علي جابر اللي اللعب عدي عادي، سالك عادي. النهارده ما شفتش محمد الشناوي انا غير كورة او كورتين، والله عشان مبقاش كداب، كورتين بس، كورتين في 90 دقيقة من غير اضافة. سيبك من الاضافة، 90 دقيقة ما شفتش محمد الشناوي غير كورتين يعني، عشان الدفاع قوي صلب. النهارده انا مبسوط. شوف محمد الشيبه لما اداني 50% بعد ما جدد العقد بتاعه، وبالمناسبه جدد 3 سنين، بس شفت ال 50% بتاعت محمد الشيبه ودتني انا في عالم تاني، عالم تاني. فيستون مايلي، شفت مايلي اللي قلت لك عليه، في ناس بتهاجمه وبتقول انه هو مهاجم على كده. شوف مايلي، هي الكوره دي محتاجه كوره واحده في اي ماتش اديها له كده يخلصها لك، يعني امر بسيط. هو مايلي ده مش مهاجم زي فخر لقاية، لا في التكتلات، لا ما بيعرفش. هو راجل محتاج كوره واحده هو اللمسه بتاعته فينش ممتاز. يعني ده لو بيلعب معانا ودايما بيديك كور زي كده هيبقى هداف الدوري بفرق شاسع، وهيعرض من انديه كبيره كمان برا في اوروبا. بس هو كده، مش محتاج انك انت تحطه لي في النص وبس كده، ما تجيلوش عرضيه، لا لازم تعرض له. شفته بالراس، دماغه فظيع، مهاجم فظيع يا جماعه، كامل متكامل. اداء النهارده ده خرافي. كريم حافظ مستواه برضه اقل من مستوى العدد، بس برضه مستواه حلو. انا مش بقول كده عشان يكسبنا، لا بقول كده عشان انت ما شفتش اخطاء. ابراهيم عادل عندنا نص مستوى، لسه برضه ابراهيم عادل مش ظابط لحد دلوقتي، مش عارف ليه نص مستوى، مع انه ابراهيم عادل لما يبقى فايق بيعمل لك حاجه خطيره، رغم انه اللي عامل اسيست لصديق جوله، بس برضه لسه ابراهيم عادل لسه ما رجعش، لسه برضه عايز برضه يثبت انه عنده اكتر من كده. احنا عارفينك انت ابراهيم عادل لاعب كبير، بس احنا مش محتاجينك انت لازم تأدي كل كوره، يعني مش بلاش انك انت تعاند نفسك، دي مقفوله خلاص، ادي ارجع تاني الكوره، اتصرف في الناحيه، اغير الملعب. هي في اكتر من كوره انقطعت، بس برضه ادينا اداء كويس. طبعا انا سعيد وفرحان، ومش عايز اقول لكم فرحان كديه. آه، فاركو ضاع، لان احنا لعبنا برجوله وضغطنا عليه. وانا كنت اقول لكم تمام، ده نص مستوى بيراميدز، ده مش مستوى بيراميدز الكامل. محمد الشيبي بس اداك مستواه الكامل عشان الناس تبقى فاهمه، انما احنا ما خدناش المستوى الكامل. صدق وجوله ده نص مستوى، يعني احنا في مستوانا الكامل نكسب فاركو ده 9 8 7 6، والله الارقام دي من بعيده، لان هو المستوى الحقيقي لعيبه بملايين دي اللي انت شاريها بملايين. يعني انا جايب كل لاعب ده كان شايل نادي وحده، يعني رمضان صبحي ده اللي كان مع الاهلي دي، كان نص ارقام الاهلي هو شايل. انت فاهمني؟ فانا بحكي لك ان احنا اقوى من الكلام دي. احنا لما نكسب واحد نزعل، لما نكسب اتنين نزعل، ما بالك لما اخسر واتعادل، دي كارثه. فاهمني؟ لو ادوك مستواهم كامل اللعيبه دي قسم بالله في حد يوقف قدامنا في افريقيا. الدوري ده ناخدوه الف ب، كاس الف ب كله نكسبوه، لان اللعيبه دي عندي اكتر من كده بكتير. هذا اللي انا بحكي لك عليه وبتك عليه دائما.
طبعا عندنا شوية تعليقات. أنا عايزكم تفهموا، مش عايز أنكد عليكم والله، بس أنا برضو محتاج أتكلم في بعض النقاط. عندنا رمضان صبحي قال لك إصابة. طب أنا مش عارف ليه الصاب. محمد رضا بومو برضه إصابة. طب هو ليه اتصاب؟ مهند ليش أنت إصابة؟ طب ليه اتصاب؟ تقريبا الإدارة لما جيت نحن بنزن في الموضوع ده وبنعلق كتير فين اللاعب ده وفين اللاعب ده، قال لك يا عم خليهم إصابات وخلاص. إنما أنا لسه هقول لك إنه رمضان صبحي بيلعب مباراة وحشة، يجيب ثلاث أربع مباريات. رمضان صبحي رمضان صبحي فاكر نفسه هو كينو. شفت كينو اللي أنت جبته، اللي كان يشارك شغل في المباراة النظيفة في أفريقيا، لأنه لاعب غالي. أنا كنت معاهم لما كانوا يشاركوا كينو زمان، كنت موافق الرأي بتاعهم بالضبط، إن أنت ما تشاركش كينو في المباراة اللي هي الملاعب التعبانة دي، لأنه لاعب غالي. لو اتصاب يعني هيأثر على الفريق كله، وأنت جايبه كده كده دعاية للفريق داخل مصر، فاهمني؟ فأنت مش محتاج إنه هو تكاتل بيه، لا أنا هخليه كده راجل مايسترو في الملعب. أخو رمضان صبحي زي كده، لكن الإدارة ناسهم ده مصري وهو مش في مستوى كيلو. رمضان صبحي ألف ليه ما يجيش؟ مش عايز أقول حاجة، ما يجيش أي حاجة في كيلو. أنت فاهمني؟ فهو زي كده بيلعب مباريات مهمة وبس. ده لازم يتحط له خط أحمر، إنه لازم يشارك في كل المباريات ولازم يشوف مستواه. وفي ناس تانية اللي هي بتنتقد المدرب، اللي بيقول لك المدرب ده وحش، أنت لاعبني رمضان صبحي في مكانه. حضرتك إحنا مغيرين ولا 8 9 مدربين، رمضان صبحي لعب في مكانه في الثمان تسع مدربين اللي قبله. رمضان صبحي ليه معنا اكثر من ست مواسم ولا خمس مواسم يا جماعه، لعب مع كل في الخمس مواسم دول، كل موسم احنا بنجيب مدرب جديد. لعب في مكانه مع الكابتن نهاب جلال الله يرحمه، كان لاعب في مكانه رمضان صبحي ما عملش حاجه. القصه مش في مكانه، القصه انه اللاعب ما بيديكش. لما هم ادوا الهري، بدك شفت اداء واحد من الشيبي بس وصديق اوجولي، شفت الفرق معك كدي؟ شفت نص اداء اللعيبه بس اللي هم مغيرين وجايين من بره، نصهم دكي. شفت نص ادائهم كان عالمي. فما تعتقدش المدرب ده راجل، المدرب ده واقف 90 دقيقه بيتكلم، ضيق الخطوط. لما كان بينده، لو انت تلاحظ في الدقيقه 60 هو كان بينده على محمود مرعي ويقول له تعالى كده. محمود مرعي كان فاتح خالص، وده غلط، لانك انت لما تسيب مساحي هيستلم اللاعب على بال ما انت تروح تضغط عليه، يكون هو اصلا جاء صاحب جوز زملاته وساندوه، فاهمني؟ فهو كان بيقول له اضغط. لما كان بيضغط كنت اشوف اللاعب فاركو عارف يتحرك في خط النص، مش عارفين يتحركوا. ليه مش عارفين؟ عشان الضغط اللي انت مسبب عليهم مضايق الخطوط. اتنين جت فرصتين الفاركو ما وصلوش بيهم، كانوا تسلل، لان خط الدفاع كان مرسوم صح عكس ما بيعملوا عليه اجابه. فالمدرب مش غلطان، المدرب ده لو فاشل ما كانش كسب كاس، ما كانش خد، كانش لك سنتين انت بتروح تاني والزمالك بروح كونفدراليه. المدرب ده لا، المدرب لا، المدرب 100 100. اللعيبه هي اللي يا جماعه اللي ما بتديش، اللعيبه هي اللي بتدي. عبد الرحمن مجدي جبناه من الاسماعيلي، عبد الرحمن مجدي ادالك كام في المية نهائي؟ صفر صفر. عبد الرحمن مجدي يا جماعه ما قدرش يجري، كانه مبطل كوره، كانه جايبين احمد فتحي. شوف احمد فتحي كانه هو عبد الرحمن مجدي، والله يا جماعه كانه مبطل كوره، لا يجري ولا بيتحرك. اهو نزل، حتى انت نزلت فاهمني، ومكانك دي في منافسه من مصطفى حنكش اللي زعل انه ما رضيش يلعب، والاداره سكرت وقالت لك خليه يا عم زعلان يلعب بجولي. هو زعل اساسا وما رضيش ينزل ولا يلعب مع في النادي الهردي عشان خاطر حاجه واحده، عشان خاطر نصدق وجودي هيلعب اساسي. لا تصدق وجودي انا اداني نص مستواه يا جماعه، انا بقيت طاير في السحاب، والله نص مستوى جولتي بقيت طاير في السحاب. انما الحنكش انا احبها. مصطفى فتحي جاي يبقى عايز يشارك الفائز، ومصطفى النجم التاريخي لنادي بيراميدز. نجم يا عم اركن على جنب، ورمضان هيركن على جنب. احنا عايزين اداء، اللي هيدينا اداء هنشيله فوق راسنا، اللي مش هيدينا اداء يركن على جنب مهما كان اسمه. هي كده، ما عندناش احنا حد فوق النادي، لان احنا بنسمع وبنتقهر لما نخسر. انا النهارده مبسوط، مبسوط والله العظيم فوق الخيال. بس عبد الرحمن مجدي لو كان بمستوى ده دكه يا باشا، وخليهوش كمان ثالث، لا خلوش ثالث.
اخلوش اخليش مثلا في الجوله الاول مصطفى فتحي الثاني وعبد الرحمن مجدي الثالث، لا، اخلي عبد الرحمن مجدي الرابع، طلع يوسف اسامه نبيه قبل، كان المفروض يشارك النهارده يوسف اسامه نبيه، اللي اللاعب اللي جه البيراميدز وساب الزمالك، ساب الزمالك وجا البيراميدز عشان ياخد فرصه، وما خدش الفرصه دي لحد دلوقتي، لازم ياخد الفرصه دي ولازم تدعموا الاداره، لان غيره كان عيل او كان مش عايز اقول لفظ، كان عيل ورجع للنادي يبكي وخد ورقه وطار على نادي الزمالك، واحنا مش عايزين نقول اسماء، لما الراجل ده مديني انا وقاعد معاي، يبقى اديه فرصه. عبد الرحمن مجدي انا جاي من الاسماعيلي، انا ما بأديش في الملعب، ما بيجريش. عبد الرحمن مجدي كانه حس نفسه ان هو كان شغال موظف حكومي وفجاه بيجي مدير في الملعب، مدير عبد الرحمن مجدي. اول ما نزله قلت انا والله اقسم بالله اول ما نزل، يا جماعه اللاعب ده مبارد، لان اللاعب ده مبارد، يعني نزل والله العظيم لا عايز يجري، مش عايز يجري، عايز يدي كده كده، كانه حاسس ان هو ملوش لازمه، فريق قوي والفريق شايلني واحنا كسبانين، يعني هيكسبوا من غيري بيا هيكسبوا، يعني انت فاهم؟ يا راجل اوباما، والله اوباما اول ما نزل اشتغل اوباما، تصدق ده اول ما نزل اشتغل اوباما، انما عبد الرحمن مجدي صفر خالص. هذا اللي بنحكوا عليه احنا. انا مش منطقة حال، بس انا من حقي كمشجع ان افرح، اصلي انا لو النادي بتاعي فيه ازمات ماليه او في مشاكل انا هقول لك حقك يا عمي واسكت، هو ده المتاح. انما لا، انا النادي كل حاجه متوفره، اللعيبه كل حاجه متوفره، اللعيبه تروح الصيف تركي، النادي ما مقصرش مع اي حد، فتجيني انت تدينيش مستوى؟ لا، ده انا هشتم ومش هخلي اي حاجه، حتى الاداره نفسي، انما انت تديني مستوى وتكسب يا عماني معاك وتخسر، ما هو النادي هيخسر ويكسب ماشي، بس انا ادي مثلا 10 مباريات مثلا حلوين واخسر واحده مثلا اتقبلها يعني، انا ما اديش مثلا 15 مباراه وحشه واكسب واحده او اتعادل 60، لا لا ده ما ينفعش، لا ده دي بتاع الانديه زي المصري البورسعيدي، زي الناس المحلي، زي الانديه دي الاتحاد، 3 4 مباريات تعادل مكسبين 15، 3 4 خساره، لا ده مش اداء نادي كبير، النادي الكبير زيه زي الاهلي، انا اقارن نفسي بالاهلي، ازاي اقارن نفسي بالاهلي؟ الاهلي الموسم كله بيخسر مباراه او اثنين، يبقى انا اخسر مباراه او اثنين، اخسرش 50، هي كده اللي انا طبعا في اشاعات كانت تتكلم، يقول لك كهربا هيروح بيراميدز ومسؤولين بيراميدز ما يقولوا كهربا فسخ تعاقدك مع الاهلي ونفذك، كلام كذب، كلام كذب 100%، يعني بيراميدز هياخد كهربا ليه؟ ما الابداع الذي يقدمه كهربا؟ هل لعبه مكان ابراهيم عادل او رمضان صبحي او كثير يعني بيلعب في المكان ده، قطه بيلعب في المكان ده، يعني كلام كله كلام يا جماعه، كلام ما تاخدوش عليه، هم بس بيغلوا يا سعر اللاعب، بيرفعوا من قيمته يعني، بس عشان تجيله عروض من بره واي حاجه، لكن حتى اللاعب ما جالوش عروض من بره، مره يقول لك نادي ليبي وطلع نفى النادي الليبي، قال لك انا ما عرضتش على كهرباء، فهم بيحاولوا يجمعوا له اي حاجه، فاهم؟ فبيلصقوا معك انت، لكن الحقيقه كهرباء اللي هيجي ولا احنا عايزينه اصلا. انا شفت النهارده شفت علي جابر على الدكه عامل كده، يا راجل يا راجل يا راجل تشري، يعني انت حتى دم ما عندكش، يعني انت قاعد على الدكه وما تضحك وتهزر وتضحك، ومحمد حمدي لعب مكانه، محمد حمدي لعب مكانه، يعني دي هي اللعيبه اللي بحكي لك عليها، هي اللعيبه اللي عندها برود في الاحساس، لعيبه عندها لا مبالاه، عادي انا المفروض كنت نجي مصر زمان في المنطقه دي عادي، يعني لما ترمي دكه لواحد مثلا، عارف ليه بقول لك كده؟ مش عشان تقول يعني يا عمي لا قاعد عاجبك ولا لعب عاجبك، لا هفهمك نقطه، اللي بقول لك انا انه حتى الاكشن بتاعك تعال زعلان، يعني انت اقرص على نفسك كذا في التمرين، انضغط على نفسك، انزل مثلا في مباراه اثبت انك انت لاعب، فاهم قصدي؟ يعني خلي جواك حراره، انما انت دلوقتي مثلا قاعد ضحكان مبسوط انك قاعد دك، فهتيجي تشارك يبقى هتشيلنا مطين برضه، من غير دفاع يا جماعي، من غير علي جابر الحمد لله محمد حمدي ادى الوظيفه، والله العظيم احمد توفيق لو لعب قلب دفاع لا يأدي احسن من علي جابر، شوف انا بحلف لك بالعظيم، الدونجي، شوف الدونجي اللي قاعد دي لو لعبناه قلب دفاع يأدي احسن من علي جابر،
هو دونجا ما بيعرفش حاجه في الدفاع، بس والله العظيم على الاقل بيأدي، على الاقل بيجري. فهذه هذه القصه. فاحنا محتاجين اللعيبه اللي تأدي هي اللي تقعد في التشكيله. يا راجل قطه، قطه ده لازم يجدد معاه 5 سنين. النادي لازم يجدد مع قطه قبل رمضان صبحي، قبل اي لاعب في الفريق لازم قطه يجدد. انت تخيل ان لاعب بيديني كل ما عنده، قطه النهارده قطه عمل لك كل حاجه يا راجل. عارف قطه احسن من بلاتي توري، تصدقها دي؟ بلاتي توري يستلم كره ضغط عليها رجع تاني للدفاع، انما قطه لا، يضغط عليها يقاوح يعدي بين اثنين ويسلم، ومخلينا نتنفس في الملعب ما مضغوطش، لان هو بينزل يستلم ويطلع، وبيعرف يطلع الكوره وبيعرف يسلم من ناحيه ويسلم من ناحيه، يشغل الملعب. ده عبد الله السعيد في المستقبل، هو قطه عبد الله السعيد في تحركاته. وليد الكارتي النهارده كان في نص مستوى، في نص مستوى وليد الكارتي، بس ما تقدرش ننكر ان وليد الكارتي برضه عنده لمسات. يعني ممكن فجأة ده حتى لو هو في مستوى وحش يديك لمسه يطلع لك انفراد تسجل هدف. النهارده الاداء حلو، محمد حمدي ادى في قلب الدفاع ممتاز، ادى افضل من احمد سامي، وادى افضل من علي جابر. تعرف ليه؟ هقول لك ليه. احمد سامي مشاكله الكل وكل خناقاتنا مع احمد سامي انه بيسرح. يعني هذه محمود مرعي وهذا احمد سامي، فجأة تلاقي احمد سامي ضاغط هني وساب المساحه دي كلها فاضيه مع مرعي، فيتضرب. واذا كان باص او كرة عاليه في مكانه اتضرب، ده هدف فيك مباشر. الشناوي كده في خط النار. طبعا انت عندك الشناوي ما عنده يجوزش الحاجات دي، فهذا هدف. احمد سام ممكن تلاقيه مثلا في ركنيه بيهاجم، بيضرب بالراس زي كده وسايب مساحات كبيره وراه ما حدش مغطيها، تطلع عليه الهجمه المرتده انفراد. دي مشاكل احمد سامي كلها. انما محمد حمدي خد، انت هتقعد قلب دفاع، قاعد قلب دفاع، لا طلع ولا تقدم، وحتى لو طلع في كوره سريع اتغطى الدفاع، بقى الدفاع عندنا جديد حديد. احمد الشناوي ما شفناهوش، ليه ما شفتوش؟ عشان الدفاع جديد. انا معك في الدفاع لو شوربه وشوارع رايحه وجاي، احمد الشناوي ده هيتهري، هتبان عيوبه كلها. يعني تعرف احمد الشناوي دي المفروض يلعب في المنتخب، لان الفريق اللي بينافس على الدوري المفروض يبقى الدفاع بتاعه كده. اول يوم ما يجي فيه هدف، يعني هدف رخم، يقولوا يا عم ده حارس تعبان، ننتقده ونمشيه. انما انا ما اعرفش احمد الشناوي مستواه زين ولا مستواه مش زين. ليه؟ لان بتيجي في هدف كثير بس ما عنديش دفاع. يعني انا تكلمت عنه وظلمته، ممكن اكون ظالمه، بس انا والله يا جماعه ما اعرف ايه مستواه هي. يعني مره دي تلاقيه مستواه حلو ومره تلاقيه مستواه زيرو، بس زيرو وخط الدفاع زيرو برضه. بس هقول لك ليه، لان هو حارس مرمى ضعيف شخصيا، حارس مرمى ضعيف فعلا في الشخصيه، يعني ما بيتكلمش مع، ما يقدرش يتكلم مع الرجال. يعني اذكر في مباراه قبل كده احمد الشناوي زعل غضب، فراح طالع طير وشتم علي جابر، فعلي جابر رد عليه. من ساعتها دي انا شفته خلاص بطل يكلمه خالص، بيجي يتكلم مع اللعيبه اللي هم صغيرين بس ما يتكلمش مع علي جابر. وفي رفع الكاس في لقطه انت غبت عنك في رفع الكاس، علي جابر كان دكي، احمد الشناوي جابه ورفعوا كاس الكاس، ودي كانت اسوء لقطه في الكاس، انه علي جابر يرفع الكاس، لانه ما اداش في مستوى عشان يرفع الكاس وياخذ اللقطه هو احمد فتحي. يعني انت احمد الشناوي المباراه دي كنت كويس فيها، انا ما اكذبش كنت كويس في مباراه الكاس، انما انت مالكش حق تخلي احمد فتحي يرفع الكاس وعلي جابر كان رفع الكاس في الوقت دي. احمد توفيق او فيستون مايلي والشيبي، الثلاثه دول هم كانوا رفعوا الكاس، لانهم والله العظيم هم اللي جابوا. احمد توفيق مباراه الكاس اداني 100%، قاطع ميه ونور. المستوى دي لو فضل في احمد توفيق يروح يلعب في السيتي. مباراه الكاس، راجع مباراه الكاس وشوف، اداني 9/10، اداء رجولي وكان يموت على الكوره وكسبت الكاس.
الحمد لله كسبنا 3 نقاط وعايزين الاستمرارية، وعايزين إن شاء الله المباراة الجاية برضه نكسب، وعايزين نكسب الترجي. يا جماعة الترجي ما اللي الناس تتكلم يقول لك أصل رادس وسط الترجي، يا جماعة اسكت يا حبيبي اسكت، أنت ما فاهمش كورة. عارف ليه ما فاهمش كورة؟ إنك أنت بتصعب الأمور. النجم الساحلي، النجم الساحلي بيلعب كده شفت الدكة بتاعتك أنت، بيلعب ب3 منها أخويا، والباقي ده جايبهم كده لعبة عادية يعني زي الدوري كده عندنا كده. اتعادل مع الترجي 2-2 بكل لعيبته داي، ما بالك أنا يعني ورد الصفاقسي بيكسب الترجي اللي انا هزمته في قلب الملعب في تونس، هزمته. الامور بسيطه بس احنا بنصعبها لان عندناش لعيبه بتأدي وقت الجد، فاحنا عايزينهم يأدوا بس. ادي كل القصه. مبروك على الانتصار، وان شاء الله الاداره تتعاقد لنا مع مدافعين، وشكرا لعلي جابر، ووليد الكرتي لازم نجددوا معاه، ولا توريه برضه لو كان معاه سنه زينه عقدي، لان احنا مش هنحتاجه تاني، لانه لاعب برضه عنده مشاكل كبيره بلاتيتوري في الضغط، ما بيضغط شيء ويخسر الكرة بكل سهولة، ودي مشكلة كبيرة برضه بتبان في خط النص الثاني. والحمد لله، بس أتمنى إنه لو نقدر نعيد زلاكي في نص الموسم، نرجع زلاكا من سيراميكا، عشان ما أعرفش الإدارة مدولهم إعارة سنة كاملة أوية، بس لو نقدر نرجعه لأن زلاكا هناك ما يعني. إحنا المفروض نقول سيراميكا أقسم لك بالله زي ما بكلمك، خدوا رمضان صبحي وهاتوا لنا زلاكي، نجيب زلاكا لأن زلاكا لعب كل مباراة في سيراميكا 8/10. أنا مع رمضان صبحي 2/10، 1/10. والناس تقول لك خليه يلعب مكانه، يا عم هو لاعب مكانه والله ما كان يديني حتى 2%. هو ما كانش يديني 2%، وبالدليل قدامك هي اللي عمله بيراميدز في السنين اللي عدت كلها زيرو. افريقيا كنت اطلع يا راجل، ده يا اللي انت بتقول لي راعي لي مكان رمضان صبحي في مكانه، يا راجل ده انا كنت اطلع احط رجلي في افريقيا اطلع يا راجل. دوري ابطال السنه اللي عدت انا حطيت رجلي قالوا لي السلام عليكم، ليه؟ قالوا لي خسرت برضه، ما تأهلتش دور المجموعات، خسرت هنا مستويه يا جماعه دي مش كيمي، دي فرق ضايعه، فرق مارو. يعني مين اللاعب اللي في فاركو واللي انت قلت عليه واو ده لاعب يهددني انا؟ مين في ال 11؟ طب والله فاركو ما فيها لاعب يا جماعه يلفت النظر، حتى اللي كان جايب اللي كانوا عاملين دوشه بيه مش عارف اسمها دي وعاوزين والله ما بان في المباراه. مين في اي مباراه فيش غير المصري؟ المصري فيه كم لاعب بس، والزمالك عنده كم لاعب بس. سيبك من همبكة عبد الله السعيد، لأن أنا قلت لك عبد الله السعيد انتهى من زمان يعني. انتهى من زمان. أنا بحكي لك حاجات حقيقية. شوف زيزو مال يعني. شوف أنا هقارن لك الشيبي وزيزو، ده باك مدافع وده باك مهاجم، فاهمني؟ يعني المفروض ما فيش مقارنة. الشيبي يبلع زيزو، يبلع زيزو ما فيش غير جري برا، جري برا زي محمد حمدي برا برا. ما فيش فرق الدوري زيك انت، فتيجي تكلمني عن لاعب يلعب في مكانه، وهنا يا رجل لو رمضان صبحي لعب في المكان ده 50% بس انا هكسب. هذه كل القصه. ما تصعبهاش على نفسكم، وما تجوش على المدرب كل مره تدروش الفشل بتاع اللعيبه او او عدم الاداء وتروح تشتم في المدرب. هيتغير المدرب وهيجي مدرب ثاني وهنشتم في المدرب اللي وراه. لا، اللعيبه هي تقيس عليه، تقسى على اللعيبه تديك، هي كده. بارك الله فيكم، واتمنى عودة مهند لاشين لانه كان راجل والله يا جماعه، من يوم ما دخل النادي هو وراجل معاني، وانا اتشرف بيكم. ولو في اي توضيحات تقدروا تكتبوها لي في التعليقات. ومبروك علينا كلنا الانتصار.